السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير ولاباس. مرحبا بكم في قناتي. اللي مشارك معنا مرحبا به، واللي مش مشارك معنا يشارك ويدير لنا جام ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد ان شاء الله. قناتنا كالعاده كما قلنا لكم مختصه بالخياطه والتفصيل ان شاء الله للمبتدئات واللي حابين يتعلموا الخياطه. اليوم جيتكم حبيباتي بافكار جديده ان شاء الله تكون تفيدكم. اليوم جينا نتكلموا عن سعر الخياطه، كيفاش تحسبي حق يدك تاع الخياطه. بزاف ناس راهم يسالوا عليه وبزاف بنات مبتدئات، ومرحبا بكم كالعاده. انا حبيت نعطيكم اليوم الاسعار تاعي، كيفاش موالفه نخدم وكيفاش موالفه نتعامل مع الزبائن تاعي. وحبيت نقول لكم حاجه البنات، حاجه مهمه بزاف. ما تحشميش تطلبي حقك حبيبتي، انتي تعبتي على الموديل وخدمتي عليه، اطلبي حقك حبيبتي. ما تحشميش من الزبونه. راني نشوف بزاف بنات وخياطات يقولك نحشم نطلب حقي ولا حاجه كيما هكذا. لا لا حبيبتي، طلبي حقك. كيما تعبتي على الموديل اطلبي حقك. وتابعوني لنهايه الفيديو. اليوم راح نعطيكم واحد المعادله بسيطه اللي تضمن لك حقك وحق الزبونه تاعك حبيبتي. ديروا لنا جام واشتركوا في القناه. اول حاجه ناكدوا منها ماشي نفس الشيء لما تكوني تخدمي في دارك كيما الاتولي راهو عنده التزامات، عنده محل كريم وعندها بنات يخدموا عندها، لازمها تخلصهم كل شيء. فدائما الاتولي دائما السعر تاعو راح يكون مرتفع على المراه اللي تخدم في الدار. اللي تخيط في الدار تاعها دائما السعر راح يكون منخفض شويه. هذه اهم حاجه. ثاني حاجه الفينيسيو ثانيك تلعب دور. تكون وحده الفينيسيو تاعها قويه ما شاء الله وتوقف لك الحاجه واقفه، اكيد راه سعرها يكون عالي على السعر اللي الفينيسيو تاعها ناقصه. دائما الفينيسيو تلعب دور كما قلت لكم، الفينيسيو تلعب دور. كي تكون وحده متمكنه في الفينيسيو وخدمتها ما شاء الله، اكيد راح تطلب بالسعر اللي هي يريحها لحساب الفينيسيو اللي عملتها. فهمتوا البنات؟ هذه اهم زوج نقاط لازم تفهموه. دوكا البنات نبداو بالاسعار، نحسبوا شحال كل حاجه. مثلا يعني كتبت حوايج انا في الورقه باش ما ننساش، اصبروا عليا البنات. نبداو دائما بالقندوره سامبل. قندوره سامبل تاع كتان، قندوره سامبل تاع الكتان دائما كتكون واحده في الدار من 100 120. فهمتوا البنات؟ كي تشري لها السلعه ولا تشري لك شي عقاش ولا حاجه حبيت ديرها، راه يزيد تحسب السعر تاعها. فهمتوا؟ لازمها تزيد السعر. انا دوكا نعطيك غير حق اليد، شحال لازم تطلب حق يدها. اما سلعه ولا حوايج عفايس تزيد تشتريهم اكيد تطلب حقها. واكيد هذه ما فيهاش القماش دائما على الزبونه، والا تشتري انتي تحسبي حق قماشك. انا دوكا نعطيكم السعر باش ناكد لكم ونفهمكم. انا نعطيكم السعر حق اليد، حق اليد فقط. فهمتوا البنات؟ اول حاجه كما قلت لك قندوره سامبل من 100 120. هذه قندوره سامبل كي تكون فينيسيو مليحه وكل شيء 100 120. في الاتولي اكيد راح يزيد السعر. الاتولي دائما يحسب يزيد الحق تاع كما قلت لكم الكراء والحق تاع البنات اللي راهم يخدموا كل شيء. الاتولي ممكن توصل 150، توصل 150. قندورة فيها خدمة مثلا، فيها تفصيل، فيها عفايس عقاش. هذو القناضر شوية من 150 ل 180. هذو القناضر تاع الكتانة انا لحد الان انا مزانة في الكتان. فهمتي؟ كي تكون مثلا فيها خدمة من 200 250 ثانيك لحساب الخدمة. دائما انتي ركزي لحساب تعب تاعك والخدمة ديالك. روحوا القفطان. قفطان مثلا سامبل. القفطان ما يكون سامبل راه فيه خدمه، فيه قالو يركب، والقالو يزمو فينيسيو خدمه. الله الله، يعني القالو فيه خدمه. كيما قلت لكم القفطان، القفطان سامبل 200 250. القفطان راه فيه خدمه، ما يقولكش واحد شيء هذا السعر. القفطان دائما فيه خدمه. كيما القالون تاعو لازمو فينيسيو خدمه. الله الله، يعني والحسكات تركبيهم بالخيط كيما نقولوا لهم انتم الزيتونات. الزيتونات هذوك صغار بابونات دوك لازم يركبوا بالخيط في فينيسيو. القفطان من 200 250 مثلا. كي يكون قفطان تاع زوج بياس يعني الداخلانيه والفوقانيه
لازم من 300 350 لحساب الخدمة والتنقاش. فهمتوا البنات؟ من 300 350 هذا القفطان اللي يكون شويه مش شارجي 300 350. زيدوا نروحوا للصواري. الصواري سامبل خلاص. الساتان راه فيه خدمه، معظم الصواريات راهم بالساتان. الساتان دائما فيه خدمه ويتعي في الخدمه الساتان. فهمتوا البنات؟ شويه يتعب في الخدمه الساتان. كيما الصواري سامبل من 300 350 حساب الفينيسيو. الخدمه ديالك دائما الفينيسيو تلعب دور في السعر. الصواري مثلا كتكون تاع عرايس وكل شيء من 500 600. صواري من 500 600 هذه اهم حاجه. نزيد نروح الحجابات. الحجابات يكون تاع بياسه واحده ب150 حق يدك 150. كيكونوا كاين موديلات فيهم زوج بياس فيه خدمه فيه فينيسيو واقفه راه يلحق حتى 200,000. فهمتوا؟ زيدوا نروح دوكا نمشيو للدرا وهذا وقته الدرا. يعني مشروع ما شاء الله اللي يحب تخدم الدرا وتبيع هذا وقته. الدرا راهو مشروع هايل، خاصة نقرب دخول الجامعي وكل شيء. البنات دوكا يبدو يوجدوا في الدرا واليئوس. ثاني الصيف الدرا كي يكون بلاصة. نبداو اول حاجة تاع بلاصة. الدرا بلاصة 20,000، اوس بلاصة 30,000، مخدة بالفرميتور 20,000. هذه نحكي على المرأة اللي تخدم في الدار، مازلنا ماشي تاع اتولي. فهمتوا البنات؟ مثلا درا تاع دو بلاص 30,000، اوس تاع دو بلاص 35,000. المخدة هي تبقى 20,000. يعني مثلا الطراشن شحال تحز بيهم؟ الطراشن 15,000. فهمتوا البنات؟ مثلا طابلية تاع الشغل لي سامبل نحسبهم 25. كيما قلت لكم طابلية تاع الشغل لي سامبل خلاص نحسبهم 25,000. اما كي تخدميها وتكون فيها ليبي وتكون فيها دونتيل يعني فيها تزيين اكيد من 30,000 40,000 50,000. فيها خدمة اي حاجة كيما قلت لكم تزيد فيها الخدمة راه يزيد السعر. هذه باينة، حاجة باينة بنات. فهمتوا؟ نزيد شو نقول لكم. مثلا نروح للقطيفة ثاني. القطيفة نسيناها. القطيفة ثاني سعر قندورة سامبل تاع قطيفة ب150,000. ثاني كل قطيفة تعي في الخدمة. لازمنا نكونوا متفاهمين البنات. القطيفة شوية تعب في الخدمة صراحة. فهي من 150,000 تكون سامبل. اما كي تكون فيها خدمة وفيها شارجي تكون 200,000. هذا هو البنات تكون 200,000. زيد واش نسألون لبالكم نسيت بزاف حوايج مانيش عارفة. اللي حابة تزيد تسأل على اي حاجة كما نقولوا خليها لي في التعليقات وانا نحط لها السعر. فهمتوا البنات؟ والله نسيت. شوفوا اي حاجة واحدة اخرى حطوها لي في التعليقات. حطوها لي في التعليقات ونجاوبكم ان شاء الله. نحط لكم السعر كل حاجة شحال. ونسيت حاجة مهمة البنات قبل ما نكمل الفيديو. مثلا كي تروحي تشري للزبونه القماش ثانيك حبيبتي اطلبي حقك. يعني حق ما تروحي تشري لها، حق ما تروحي تتعبي وتجيبي لها القماش، اطلبي حقك في هذا الشيء ثانيك. يعني راكي تخلي شغالاتك تخلي امورك وتروحي تشري لها القماش ودوزان الخياطه، فلازمك ثانيك تطلبي حقك في هذه النقطه. فهمتي يا حبيبتي؟ لازمك دائما تطلبي حقك. وفي الاخير ثاني حبيبتي حبيت نقول لك اللي خياطتك وتعبك عنده قيمه، يعني عنده قيمه كبيره. ما ترخصيش خدمتك وشغلك وتفكري باللي الفينيسيو والاتقان ثانيك يلعبوا دور في السعر. هي اللي تفرض السعر، يعني فينيسيو هي اللي تفرض السعر. هذون اهم امور واهم نقاط اللي يعني حكيت لكم عليها في الفيديو. وفي الاخير واش نقول لكم حبيباتي، اللي عندها اي استفسار كما قلت لكم تخليه لي في التعليقات. اهلا وسهلا بها، وان شاء الله نكون فدتكم في الفيديو هذا وعطيتكم معلومات تساعدكم. اذا عجبكم الفيديو حبيباتي واستفدتوا منه ما تنسوش تدعموني بابوني وفعلوا الجرس وجاملوا الفيديو وخلوا لي رايكم كيفاش تحسبوا السعر انتم.
وانتظروني في فيديوهات قادمة ان شاء الله، نجيب لكم جديد معايا، وحنجيب لكم افكار جديدة تخص الخياطة والتفصيل للمبتدئات. كما في صالة قناضر، اول باول ان شاء الله، خطوة بخطوة مع بعضنا ان شاء الله في الفيديوهات القادمة، وانتظروني ونجيب لكم جديد ان شاء الله. وشكرا على متابعتي ودعمكم ليا حبيباتي. وفي الاخير نقول لكم تبقوا على خير، تهلاو في رواحتكم، فيديوهات قادمة ان شاء الله، وتهلاو في رواحتكم حبيباتي. السلام عليكم.